Governor Tem Machar has called on the people of Ruweng State to work for peace and unity. Tech Stephen has more to this report. The governor of Ruweng State, Tem Machar, said security is among the top priorities of his government. Machar made the statement while addressing a public rally during a reception ceremony organized by a state community following his first visit to the state capital, Pariang. The governor called on the people of the state to embrace peace and unity. He also urged them to concentrate on agriculture to develop the state. في مسألة بتاعت الحوار عشان كلنا نجي في حتة واحدة. الأولويات بتاعنا يا أخوانا هنا كرليك واللي عايزين نجيب عليه الأولويات. أول حاجة مسألة بتاعت أمن ده دي مسؤولية بتاعتنا. الشيء الثاني هو مسألة بتاعت يونيتي. لازم نكون متوحدين. الجانب الثاني هو مسألة بتاعت الزراعة. الزراعة زي ما قلنا قبل شوية لو الناس ما زرعوا معناها هيكون في جوع هيكون في مشاكل كتير جدا. لازم نحن كلنا نزرع. A member of the Transitional National Legislature from the area, Honorable George Lat Madeng, urged the population to unite and work for peace. ونحن كأعضاء البرلمان أننا واقفين وراء الاتفاقية اللي كان حصل في جنوب السودان، لأنه ده وقفة لنزيف الدم اللي كان صاير في جنوب السودان كأبناء جنوب السودان في بعضهم البعض. إذا كان الاتفاقية بنص وخلته في دستور لابد أن احنا نحترم الدستور لأن الدستور فوق علينا كلنا. Speaking at the event, the SPLA commander in the state, Major General Johannes Yor, urged the youth to keep away from politics and engage in peaceful activities. لو في دول داير كرب البلدين هنا ما بنقبل. حقيقة بقولكم قدامكم. ما يتم في شكل في ونكور رجوعنا في ونكور بلقى قال فيه ناس ما داير فلان. تما داير ليه؟ ما طبعا متايله وينتهى. أنا بمشي. الكبار من البلد وين؟ ناس ما يقول شارع كان ما يبي يعني وين؟ وين ناسا مهمات؟ ما ضمن يتهريه هذا إنه ضمن ما نتاجل يا شباب. يا الفاريم ما نساجل دوركم جا ما نرى كبار متاعكم ده يوم يعلمكم السياسي بعد ما يتبكون ولا يتبكون وزراء يتبكون محافظين ما نساجل. The warm reception accorded to the new governor by the community indicates peace and unity among the people of the state. For SSBC, Tech Stephen. مجددا أكد حاكم ولاية روينغ طم مشار إن من أولويات حكومته في المرحلة المقبلة توفير الأمن والاستقرار بالولاية. جاء ذلك لدى مخاطبته حشدا من مواطن الولاية، وناشد المواطنين بضرورة الانخراط في النشاط الزراعي من أجل محاربة المجاعة. المزيد في سياق التقرير التالي. لدى وصوله حضرة الولاية فاريانغ في أعقاب تعيينه حاكما، استقبل مواطني ولاية روينغ ابنهم السيد تم مشار كوال وسط فرحة من الحضور شملت القيادات الحكومية وجمع كثير من المواطنين. ولدى مخاطبته المناسبة أكد السيد الحاكم إن من أولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة توفير الأمن والاستقرار في المنطقة إلى جانب رتق النسيج الاجتماعي بين المجتمعات المجاورة. وناشد سيادته مواطني الولاية إلى ضرورة الانخراط في النشاط الزراعي والعمل من أجل محاربة الجوع. ونحن جينا الليلة هنا برضو نحن نواصل في مسألة بتاعت الحوار عشان كلنا نجي في حتة واحدة. الأولويات بتاعنا يا أخوانا هنا كرليك واللي عايزين نجيب عليه الأولويات. أول حاجة مسألة بتاعت أمن ده دي مسؤولية بتاعتنا. الشيء الثاني هو مسألة بتاعت يونيتي. لازم نكون متوحدين. الجانب الثاني هو مسألة بتاعت الزراعة. الزراعة زي ما قلنا قبل شوية لو الناس ما زرعوا معناها هيكون في جوع هيكون في مشاكل كتير جدا. لازم نحن كلنا نزرع. وين ما تلم نفسكم بالسياسات. اقعد في بيتك وشوف هل الحكومة اللي قاعدة بيعملها حاجة ولا ما بيعملها حاجة. قدم مطالباتك. ده شيء المفروض تعملوا ده.
السيدة جورجيت لاد مدين عضو المجلس التشريعي القومي أكدت وقوف كل النواب وتضامنهم لتنفيذ اتفاقية السلام ووقف نزيف الدم بالبلاد. فنحن كأعضاء البرلمان أننا واقفين وراء الاتفاقية اللي كان حصل في جنوب السودان، لأنه ده وقفة لنزيف الدم اللي كان صاير في جنوب السودان كأبناء جنوب السودان في بعضهم البعض. إذا كان الاتفاقية بنص وخزه في دستور، لا بد أن نحن نحترم الدستور لأن الدستور فوق علينا كلنا. إلى ذلك دعا اللواء يونس يور قائد الفرقة الرابعة المشاة بالمنطقة دعا الشباب إلى الابتعاد عن السياسة مهذرا إياهم من الفتن والشائعات. لو في دول داير كرب البلد هنا ما بنقبل. حقيقة بقولكم قدامكم. ما يتم في شكل في ونكور رجوعنا في ونكور بلقى قال فيه ناس ما داير فلان. تما داير ليه؟ ما طبعا متايله وينتهى. أنا بمشي. الكبار من البلد وين؟ ناس ما يقول شهر كان ما يبي يعني وين؟ وين ناسا وين ما طبعا ينتهى. هي حاجة إنه طبعا ما نساجل يا شباب. هو يا الفارين. ما نساجل دوركم جا. ما نرى كبار متاعكم ده. ده يوم يعلمكم السياسي بعد ما يتبقون ولا يتبقون وزراء يتبقون محافظين. ما نساجل. الأحزاب السياسية بالولاية أكدت وقوفها وتعاونها مع الحكومة من أجل توحيد مجتمعات الولاية ودفع عجلة التنمية بالولاية. My expectation on behalf of other political party is good relationship. The good relationship is the way forward, and then we need to struggle and unite the people of this state, including the politicians. بالنسبة للحكومة الجديد بالنسبة لولاية الروينغ الحكومة الجديد هو بيتعامل مع شعبه مع الأحزاب الأخرى بتعاون تامة، وهيكون في دور تنموي بالنسبة للولاية. وسط هذا الترحيب الحار من قبل مواطني ولاية الروينغ لم يتبقى من الحكومة سوى العمل من أجل السلام والوحدة بين المجتمعات إلى جانب تقديم الخدمات الأساسية لهم.